السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على نبينا محمد وأكثروا من التسبيح والذكر والاستغفار. لا إله إلا الله، استغفر الله وأتوب إليه، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. قصتنا اليوم هذه تتمحور عن حكمة قاضي. هذا رجال متزوج، وتعرفوا البيوت يصير فيها خلافات بسيطة، وهذا المرأة حارة والرجال بارد وباله وسيع. أدنى شيء طلقني طلقني، وصارت اسطوانة يوميا. استمر الوضع على ذلك. يقول طلاق يا بنت الناس، ما أنا مطلقت، لا تفكرين إني بطلقت أو أرخصت، أنت غالية علي. طلقني طلقني. قالت ترى بروح أخلعك. قال بكيفت، أنا ما أنا مطلقت، لو يصير ما يصير. راحت للقاضي وحكت لها وضع. القاضي قال يا بنتي، كل علوم رجال صغار، ما في شيء، والخلافات بسيطة تحدث معي واحد، أنا كقاضي أي إنسان بتصير خلافات مع زوجته. قالت لا، إلا بيك تخلعني من زوجي. قال مصملة؟ قال إيه. قال بشرط. قالت وشو؟ قال أبغالك تطبخين لي أكل ما تاخذين من بيتك حتى الملح، دبري الوضع، تعاهديني بذلك. قالت أعاهدك. راحت جيرانها، طبعا هي ما أخذت من بيتها لأن عادت الشيخ أنها تطبخ من جيران. طقت على جارتها، سلمت عليها أم فلان، وش فيه خير؟ قالت والله القصة أني بخلع زوجي، إني كذا 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 وأبي بصل. قالت احمدي ربك، أجل ما أخذت زوجي، أنا زوجي في الصباح كف وفي الليل كف، ويهيني ويسبني ويسوي كل شيء. لقيت والله زوجي. وتروح للثانية وقالت لها نفس الشيء، وقالت ما عمره قدرني وأنا صابرت على عيالي، ولقيت زوجك هو زوجي. المهم راحت كل مجموعة بيوت وجمعت مقاضي الطبخة وطبخت، وجت القاضي. يوم جت القاضي جات بقدرها. قال القاضي أطلقت من زوجك؟ قالت لا والله، إلا زوجي فوق راسي ولا عد أبغى الطلاق. فانظروا حكمة القاضي. القاضي لما طلب الأكل ما كان يبغى يأكله، يبغى تمر على البيوت جيرانها وتعرف مقدار نعمة زوجها. وهذه حكمة قاضي. أغلب البيوت خربت بعدم تفكير المرأة بعضهن واستعجالهن، سماعهم كلام الناس. وياما كم من حرمتنا الحين مخلوعة، تعض أصابع الندم أن أخلعت زوجها لأن الكل تخلى عنها. هذه قصتنا، أتمنى تكون عبرة للنساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.